اللي هتسمعه دلوقتي حصل بجد، واللي يدخل الغرفة عمره ما بيخرج زي ما دخل. مستعد تسمع الحكاية؟ في قلب الريف الإنجليزي فلاح غلبان اشترى أرض أحلامه، بس ما كانش يعرف إنها مزرعة ملعونة. في كل ليلة يصحى على نباح كلاب هستيري وأصوات غريبة في الضلمة وظلال سودة خطفت نور عيون بناته قبل ما حياتهم تتحول لكابوس دموي مرعب. قصة حقيقية من أبشع وأغرب قصص الرعب في تاريخ إنجلترا، المزرعة الملعونة اللي محدش قدر يقرب منها لحد النهاردة. أهلا بيكم متابعينا الكرام في قناة الغرفة، المكان اللي بنعيش فيه كل يوم قصة جديدة مليانة رعب وغموض وإثارة. فزي ما تعودنا، افصل نفسك عن أي حاجة حواليك وحضر سماعاتك واستعد، لأن اللي جاي مش مجرد قصة، دي تجربة رعب هتعيشها بكل تفاصيلها. يلا بينا نبدأ، يلا بينا. إنجلترا من أكتر البلاد في العالم اللي حصل فيها أحداث مرعبة على مر التاريخ، وده بيرجع بسبب التجارب اللي كانت بتتعامل على الأمور الخارقة للطبيعة زي استحضار الجن والأشباح، لدرجة إن القصص والتجارب عن الجن والأشباح بقت جزء أساسي من تراثهم. في كمان عندهم قلاع ومباني أثرية معروفة بإنها تمت فيها بعض التجارب الروحانية، واللي لحد دلوقتي مفيش حد يقدر يقرب منها أو يدخلها، لأن اللي عمل كده واخترق القوانين كان اختفى بدون سبب وبلا رجعة. ومن أشهر الأماكن دي برج لندن وقلعة تشيلنغهام اللي بيتقال إنها مسكونة بروح طفل اسمه الولد الأزرق. بتظهر لأي حد يدخل القلعة دي، والقصص دي موثقة في الكتب عندهم. نيجي بقى لقصتنا النهاردة عن 3 بنات أبناء لمزارع إنجليزي اشترى مزرعة عشان يزرعها ويتاجر في محصولها. المزرعة كان مبني فيها بيت صغير كعادة الريف الإنجليزي، وهو إن كل أصحاب المزارع أو معظمهم بيبنوا بيت صغير جوه المزرعة يعيشوا فيه. لكن الراجل ومع أول ليلة ليه في البيت اتفاجئ بحاجة غريبة جدا. صحي في نص الليل على صوت نباح كلاب في المزرعة بطريقة جنونية ومرعبة، للدرجة اللي خلته يصحى من النوم مفزوع هو ومراته وبناته ال3. خد بندقيته وخرج يستكشف ايه اللي بيحصل بره. نزل ودخل جوه المزرعة عشان يتفاجئ بمجموعة كبيرة جدا من الكلاب واقفين جنب بعض وعمالة تنبح بطريقة هستيرية على شيء هم بس اللي شايفينه، لأن تصرفات الكلاب بتأكد إن فعلا في حاجة هم بس اللي شايفينها، لأنهم كانوا بياخدوا وضع الهجوم على الشيء ده ويرجعوا يجروا تاني على ورا، وفضلوا يكرروا العملية دي أكتر من مرة وسط ذهول لصاحب المزرعة. ساعتها يضطر يرجع تاني على البيت ويحكي لأولاده ومراته اللي كانوا منتظرينه على اللي شافه وسط ذهول الجميع، ويفضل نباح الكلاب شغال طول الليل لحد ما يطلع النهار. عدت الليلة وتكرر الموضوع الليلة اللي بعدها بنفس الطريقة بالظبط، بل كان بيتكرر كل ليلة بنفس التفاصيل عشان تبدأ البنات تحس بالذعر والخوف. صوت الكلاب وطريقة نباحهم على حد وصف صاحب المزرعة كانت مرعبة ومش طبيعية، وده بيأكد إن الكلاب دي بتشوف شيء خارق للطبيعة بيظهر كل يوم بالليل في المزرعة وهم بس اللي قادرين يشوفوه. ساعتها الراجل أيقن إن المزرعة مسكونة كعادة أماكن كتير في إنجلترا منتشر فيها الأرواح والأشباح، وده كان بالنسبة له التفسير المنطقي
عن سبب إن مالك المزرعة القديم بيبيعها له بسعر بخس جدا. ساعتها قرر إنه لازم يبيع المزرعة دي ويشوف واحدة غيرها، خوفاً على بناته اللي بدأت واحدة منهم يحصل لها حالات تشنج بسبب الخوف من صوت الكلاب اللي بتسمعه كل يوم، وبسبب قلة النوم والقلق اللي كانوا بيشوفوه كل ليلة، وتحسباً كمان من عدم تطور الوضع لحاجة تكون سبب في أذية أسرته. ويبدأ بالفعل في رحلة إنه يدور على مشتري. المريب بقى في الأمر وهو إن كل ما يجيب مشتري والمشتري يعرف حقيقة المزرعة يهرب فوراً، عشان يكتشف المزارع إن المزرعة دي منبوذة وليها حكاية هي السبب ورا إن مفيش حد عاوز يشتريها، وهو الوحيد اللي ما كانش يعرف سرها وكل الناس عارفين. والحكاية دي هي إن بعض الأشخاص اللي بيمارسوا طقوس استحضار الأشباح في إنجلترا كانوا بيستخدموا المزرعة دي مقر ليهم في الماضي في ممارسة واستحضار الأرواح، بس بدون سبب أو تفسير تم العثور على المجموعة دي في المزرعة مقتولين، والكلاب بتاكل لحمهم. أكتر من 12 فرد كانوا وجبة للكلاب. الأغرب إن الكلاب اللي أكلت من لحمهم كلهم ماتوا في نفس الليلة، ومن ساعتها ظاهرة نباح الكلاب بطريقة جنونية بتحصل كل يوم بالليل في نفس الوقت. وتفسير ده إن الروح اللي بيتقال إن هي السبب في قتل الأفراد اللي استحضروها، وهي كمان السبب في قتل الكلاب دي، بتحضر كل يوم في الميعاد اللي تم استحضارها فيه، والكلاب بتطلع تهاجمها. ديت المعلومات اللي قدر يوصل ليها صاحب المزرعة، ووصل كمان لمعلومة غريبة لكنه ما ادهاش اهتمام، وده لأن كان كل اللي همه إنه يبيع المزرعة ويهرب منها. أما المعلومة الغريبة اللي عرفها هي إن في شخص قال له خلي بالك، لو في خيال أو ظل ظهر لك أو لمحته في المزرعة غمض عينيك واوعى تبص عليه. محاولات كتير منه إنه يلاقي مشتري ولكن كلها فشلت. الكل كان بيهرب لمجرد ما يعرف مقر المزرعة، لدرجة إنه كان عارضها بسعر أقل من اللي اشتراها بيه بكتير، ولكن برضه مفيش حد عاوز يشتريها. ساعتها اضطر إنه يتعايش مع الوضع ويتجاهل اللي بيحصل، لأن المزرعة كان حاطط فيها كل ما يملك ومعندوش أي مصدر دخل تاني. اليأس تملك منه واضطر يقبل بالوضع الحالي لغاية ما في يوم كان مولع حطب وقاعد يتدفى عليه هو وأسرته قدام البيت. ساعتها البنات التلاتة كانوا بيلعبوا وبدأوا يدخلوا المزرعة. التلاتة افترقوا عن بعض وكان الليل في بدايته، لما البنات اختفوا عن أنظار أبوهم وأمهم والليل ليل وهم ما رجعوش، بدأ ينادي عليهم ومحدش فيهم كان بيرد، عشان يحس أبوهم بقلق وخوف، خصوصاً إن محذرهم ما يدخلوش المزرعة بالليل. يقوم فوراً يدخل المزرعة ينادي عليهم بأعلى صوته وهم لا حس ولا خبر، لحد ما فجأة يسمع صوت صراخ هستيري من بناته التلاتة، صرخات مدوية بتهز المكان. بدأ يجري ناحية الصوت عشان يلاقي التلاتة حاضنين بعض وعمالين يعيطوا ويصرخوا وهم عمالين يترعشوا في منظر مرعب. لكن مش دي المشكلة، المرعب إن الراجل ده لما قرب عليهم لقاهم كلهم اتعموا وفقدوا نظرهم. مش بس كده، ده منظر عينيهم بقى غريب بشكل مش طبيعي. البنات قالت إن لما افترقوا عن بعض وهم بيلعبوا، كل واحدة فيهم كانت بتسمع صوت أختها جاي من جوه المزرعة بينادي عليها، وبناء عليه دخلوا المزرعة. ولما دخلوا المزرعة هم التلاتة واتجمعوا في نفس المكان اللي زي ما يكون في حاجة بتشدهم ليه عن عمد، شافوا خيال اسود ضخم درجة لونه أكتر سواد من سواد الليل، عشان يكون باين ليهم بوضوح. لما بصوا عليه فضلوا يصرخوا، ومن بعدها ما بقاش يشوفوا أي حاجة تاني غير سواد وبس. ساعتها افتكر المزارع لما واحد من اللي كان بيحكي له عن المزرعة واللي بيحصل فيها حذره إنه لو شاف خيال أو ظل ما يبصش عليه. من بعد اللي حصل والحالة اللي كانت فيها الأسرة، بدأت الأمور تزداد سوء أكتر. الراجل صاحب المزرعة بيقول إنه كان أحياناً بيتفاجئ بحبل بيتلف حوالين رقبته وهو ماشي وسط المزرعة. الحبل ده يفضل يتلف ويتعصر حوالين رقبته،
وما يتفكش غير وهو روحه خلاص على وشك إنها تطلع. الموقف ده اتكرر معاه أكتر من مرة، ده غير حالات الهلع اللي بقت عند البنات التلاتة بعد اللي حصل، وخصوصا مع بداية صوت نباح الكلاب كل ليلة، عشان يقرر الراجل إنه هيسيب المزرعة الملعونة دي حتى لو هينام في الشارع. بالفعل الراجل ده ساب المزرعة، ومحدش من بعدها عرف هو اختفى فين ولا ايه اللي حصل له. بس في يوم من الأيام يكتشف واحد من المرة بالصدفة في المزرعة اللي أصبحت مهجورة وجود مجموعة من الكلاب حوالين جثث بياكلوا في لحمها. لما دقق في الأمر لقى إنهم جثث ل3 بنات، ومش فاضل منهم غير دماغهم وشوية عظم. الراجل جري وبلغ عن الواقعة، لكن بمجرد وصول الشرطة لقوا بقايا الجثث وجنبهم مجموعة الكلاب اللي كانوا بياكلوا منها ميتين. مفيش أي تفسير للي حصل، ومفيش أي دليل على إن دول هم ال3 بنات ولاد المزارع. لكن الغريب إن مفيش حد بلغ عن اختفاء بناته عشان الشرطة تدور في الموضوع وتفتح تحقيق رسمي. لكن فضلت المزرعة منبوذة لحد وقتنا هذا، ومفيش حد بيقرب منها. وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير واشوفكم في القصة اللي جاية.